السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض حلوة سريعة في 10 دقايق تكون جاهزة معاكي. لو عندك بواقي بلح من شهر رمضان هنعمل بيها القمر ده. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حلقكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. انا معايا هنا لتر لبن، ابتدي اضيف ليه 15 حبة تمر. ابتدي ان انا افصصه كويس من النوى بتاعه، عين النوى، وابتدي ان انا اضيف ليه 2 باكو من كريم كراميل بالشكل ده، وابتدي انزل عليهم بمعلقه كبيره من الكاسترد، وانزل عليهم بمعلقه كبيره من بودره الكريم شانتيه، ونبتدي ان احنا نضربها في الخلاط بالشكل ده. احنا هنا في الوصفه مش هنضيف لها سكر علشان خاطر التمر بيكون مسكر والكريم كراميل كمان بيكون مسكر. ابتدي ان انا انزل بيهم بالحله بالشكل ده بعد ما ضربتهم كويس في الخلاط، ولازم اقلب فيها باستمرار. ابتدي اجهز الكاسات بتاعتي بالشكل ده، اكون مجهزه معايا بسكوت ساده، ابتدي ان انا اكسره بالشكل ده في الكاسات من تحت. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بجد من الوصفات الجميله جدا المنعشه في فتره الصيف. ابتدي اقطع التمر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بجد من الحلويات اللي هي المغذيه جدا، لان فيها تمر، التمر ده مغذي جدا وفيها لبن، بجد من الحاجات الجميله جدا. واول ما الخليط بدا ان هو يبتدي ان هو يطلع فقاقيع بالشكل ده، ابتدي ان انا اطفي عليها على طول، وابتدي انزل بالخليط بتاعي بالشكل ده في الكاسات اللي احنا كنا محضرينها سوا مع بعض. ابتدي انزل عليها بالشكل ده، اخلص الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده. بجد وصفه سهله وبسيطه، مكونات بسيطه جدا موجوده في كل بيت، من الحاجات اللي جميله جدا. ابتدي ان انا ازينها بالشكل ده، اي تزيين عندك تحبيه. انا هنا ابتدي ارص عليها التمر اللي احنا قطعناه مع بعض، وابتدي انزل عليها بصوص الكراميل اللي احنا كنا سايبينه في الاول. الوصفه هنا انا ما ضفتش ليها سكر خالص عشان خاطر ان هي التمر مسكر والكريم كراميل مسكر، فهي كده مش محتاجه سكر عشان ما تكونش سكر زياده قوي في الوصفه بتاعتنا. وابتدي ارص البسكوت بالشكل ده، ازينها باي تزيين عندي. ممكن نزينها باي نوع مكسرات المتوفر عندي في البيت بنستخدمه. بجد وصفه جميله جدا، بجد هي من الوصفات السهله وبسيطه وخفيفه جدا وكمان مغذيه. بجد هتعجبكم جدا، جربوها تدعولي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.